والعلا سيروا شباب الأمة وتكتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة شباب. بداية وقبل أن نسترسل في هذه الحلقة دعونا نرحب وإياكم بمن يصحبني في تقديم هذه الحلقة، الأخ والحبيب الأستاذ عبد الرحمن برهام تركي. حياك الله أخوي أنس، حيا الله مشاهدينا الكرام في كل مكان، نحييكم ونرحب بكم دائما وأبدا في برنامجكم برنامج ساعة شباب على قناتكم المفضلة، قناة شبكة سلام الإعلامية. دعونا وإياكم مشاهدينا الكرام نذكر بطريقة المشاركة في هذا البرنامج، وهي عن طريق الاتصال بالرقم الظاهر أمامكم على الشاشة أو عبر تواصلكم في مواقع التواصل الاجتماعي في قناتنا في اليوتيوب وصفحتنا في الفيسبوك. وإلى فقرتنا لهذا اليوم، فقرة جلسة سمر. حياكم الله يا مشاهدينا الكرام من جديد في جلسة سمر. موضوعنا في هذه الحلقة يا أبو صقر موضوع مهم، ويعتبر جزئية مهمة في حياة الإنسان، وتعتبر أيضا سبب رئيسي في تكوين شخصية المرء وعقليته إلى حد كبير. نتحدث هنا عن القضية التي قال عنها الشاعر: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. نعم، فعلا عبد الرحمن هو الكتاب أعز جليس ويعني أقرب صديق، والكتاب عبد الرحمن هو بمثابة يعني شخص مقرب إليك. أنت لو تلاحظ الآن، لو تفتش في 24 ساعة اللي عندك طول اليوم، تجد فيها كمية فراغ كبيرة جدا. فلنفترض أن احنا لو استيقظ الإنسان صباحا ويعني ذهب مثلا إلى الجامعة، حضر كلاس أو راح إلى المدرسة أو حضر يعني حصة تعليمية أو ما إلى ذلك ورجع، لا شك أن خلال 24 ساعة هذه في اليوم سيجد فيها فراغ كبير جدا. فالآن الفراغ هذا لابد أنك أنت تملاه بشيء يفيدك. لو وضعت هذا الفراغ اللي بدون شيء يفيدك، قد تدخل عليك هنا أمور يعني زي ما قال أحد الإخوة: النفس إن لم تشغلها بشيء شغلت نفسها. فإن لم تشغلها بشيء يفيدها وإن لم تشغلها بشيء ينفعها، هي قد تكون أو قد يكون هذا الأمر سبب رئيسي في دخولها إلى المحرمات، لأنك ستجد فراغ كبير جدا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الفراغ هذا هو أمر مهم جدا، والأكثر الناس وأكثر معاشر الشباب، وأنا يعني إنسان شخصيا ويعني ما نلاحظ أهمية هذا الفراغ. فحنا اليوم وضعنا الكتاب، الكثير لا يعرف معنى الكتاب ولا يعرف فوائده ولا يعرف كيف يستغله، وما هو يعني الأوقات المناسبة لقراءة هذا الكتاب، وما هي الكتب التي تناسب المرحلة العمرية وما إلى ذلك. طبعا لا شك أن أهم كتاب لابد أن الإنسان يلتزم فيه بقراءة بشكل يومي وقراءة ووضع جدول لهذا الأمر هو الكتاب الجليل، هو كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم. لو أنت في وضعت جدول زمني بسيط يكون لك ورد في كتاب الله عز وجل، قبل أن نبدأ في الكتب العلمية وما شابه ذلك، دعونا نأخذ أفضل وأجمل كتاب هو كتاب الله عز وجل. الإنسان لو وضع له
كل صباح قبل أن يبدأ، بعد أن يصلي صلاة الفجر ويذهب إلى عمله، قبل أن يبدأ العمل، قبل أن يبدأ أي شيء دنيوي، يقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل. لا تلزم نفسك، يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. أنت لو أخذت شيء بسيط جدا، لو رتبت لك ختمة أنت على مدار 6 أشهر، شيء قليل تقرأه، أهم شيء أنه دائم. أما أنك تدخل أنت مثلا بجزء جزئين 3 كل يوم، ثم تنقطع أسبوع، ثم تواصل وتسير أنت تمر بين فترة وفترة، هذا أمر غير جيد. أما أنك أنت تدخل بفترة شيء قليل دائم، هذا هو الأمر الجميل. فالإنسان عندما يضع له جدول زمني في قراءة القرآن، يبدأ فيه يومه، سيجد فيه من البركة، سيجد فيه من التوفيق، سيجد فيه من انشراح الصدر. وكما ذكرنا في حلقات سابقة أن الإنسان، يعني أنت الآن في نص الدوام يوم تروح إلى الجامعة أو تروح إلى العمل، تفكر كذا في نص الدوام أنك تغذي البطن، تغذي الجسد. فأنت تفكر الآن في نص الدوام، خلاص الآن وقت الأكل، تروح تدور أنت تفطر هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، هذا الجسد. فأنت تحتاج أنك كل يوم كما تغذي جسدك تغذي روحك بكتاب الله عز وجل. فقراءة كتاب الله عز وجل بشكل يومي ووضع جدول بسيط قليل دائم، هذا من أول الأشياء التي تستفتح فيها يومك، يكون فيها من البركة، ويكون فيها من التوفيق، ويكون فيها من الإنجاز. لو كان عندك عمل وبدأت بكتاب الله عز وجل، سترى أن طول اليوم هذا أنت أنجزت أشياء كثيرة جدا جدا بسبب أنك أنت قرأت شيء بسيط من كتاب الله عز وجل. وهذه هي بركة القرآن التي لا يختلف فيها أي أحد. نعم، جميل جدا. ننتقل بعد كتاب الله عز وجل، وهذا الكتاب الذي لا بد أن يبدأ الإنسان به حياته. والجدير بالذكر أنه أكثر المثقفين والعلماء الذين تميزوا بقراءة الكتب لمدة يعني لساعات طوال وألفوا كتبا كثيرة بدأوا بكتاب الله عز وجل. فتجد هذا العالم الفلاني الذي لديه مجموعة من الكتب، تجده حافظ القرآن وبالقراءات السبع وإلى آخره، تجد عنده سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تجد القارئ الفلاني الثاني عنده. وسبحان الله، نقطة أيضا مهمة في يعني في قراءة القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم كله بركة، والبركة موجودة في كل يعني حياتك وتلتمسها جيدا. من أهم الأمور التي ممكن أن يعني تستشعرها في حياتك من بركة القرآن الكريم هي أنه صفاء الذهن، ويعني العقل يستوعب يعني المعلومات بشكل أفضل من غيره. يعني مثلا لو جيت شخص حافظ لكتاب الله عز وجل وتأتي بشخص لم يقرأ كتاب الله عز وجل، أو ليس بحافظ، أو ليس له ورد، ويعني شرحت له معلومة معينة، سوف تجد أن ذهن الشخص الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ومداوم على يعني تلاوته، تجد أنه مخه أو عقليته أو يعني أفكاره تستوعب هذه المعلومة بشكل أفضل من غيره. ليش؟ لأنه القرآن بركة، هذا أولا. ثاني شيء لأنك يعني القرآن شامل لكثير من المعلومات، فبالتالي تتوسع مدارك الإنسان، وبالتالي يستطيع أن يعني هذه فائدة دنيوية كبيرة جدا. يعني منا لا يحب أن يستوعب المعلومات. يعني الآن عصر المعلومات وانفجار المعلومات، والناس كلها تبحث عن المعلومة من أي مكان كانت. فلما أنا أجيب لك أقول لك هذه وسيلة تساعدك أنك أنت تستوعب وتكون مدرك، هذه بحد ذاتها فائدة عظيمة، ناهيك عن الفوائد الدينية. طيب، لو جينا قلنا يا أبو صقر، أنا لو جاك واحد مثلا قال لك والله يا أخي أنا ما عندي وقت، يا أخي أنا إنسان أقوم من النوم أروح دوامي، وين ألقى وقت؟ أدخل الدوام أشتغل، ما أخلص أرجع البيت يا دوب أجلس مع أهلي، يجي وقت النوم أتعشى وأنام. إحنا ما نقول له يعني روتينك ما يمشي بهالطريقة. أنت استغل أوقات الفراغ كما ذكرت قبل قليل أبو صقر، إنه والله يعني أنت عندك من المسافة الفلانية إلى المسافة الفلانية، أو من المكان الفلاني للمكان الفلاني عندك وقت، ولكن في الطريق أنت رايح الدوام، إذا أنت تروح مثلا بالمواصلات عندك الكتاب تقرأ، إذا أنت والله عندك تسوق سيارة عندك الكتاب الصوتي والكتاب المرئي، وهذه يعني من فوائد التقنية الحديثة. إذا أنت والله من الصم والبكم عندك بالشو اسمه بالاصبع مثلا، يعني في اساليب كثيره، يعني لا يوجد عذر. يعني الحمد لله التقنيه وفرت لك يعني كثير من الوسائل، اهم شيء انك انت تقرا. والذي يعني يريد ان يفعل شيئا سيجد له وقت، والله لو كان مشغول ولو كان ما عنده من الاشغال سوف يجد له وقت. والشخص اللي ما يبي يشتغل ولا يبي يعني
يطور من نفسه لن يجد وقتا ولو كان لا يملك شيئا في هذه الحياة ولا ليس له أي مسؤولية وما عنده أي هدف. يعني بيقول لك أنا والله مشغول وما عندي وقت، ويبدأ يتعذر بهذه الأعذار والحجج الواهية. طيب الآن لو أتاني شخص عبد الرحمن وذكر أنه ذكر حلينا احنا المشكلة الأولى أنه مسألة الوقت كما ذكرنا احنا لو تفتش أنت في 24 ساعة اللي عندك في اليوم ستجد أن هناك وقت فراغ خلينا نقول متوسط، يعني تستطيع أنك توفر ساعة ساعتين منقطعة من يومك لقراءة الكتب. الشيء الجميل جدا الآن كما ذكرت عبد الرحمن، ذكرت نقطة جميلة جدا أن التقنية في الفترة الحالية في الزمن الحالي أصبحت موفرة لك جميع الأمور، فأنت ما تحتاج أنك أنت تتنقل بكتاب. مثلا خلينا نتكلم أنك رايح عن طريق المترو عندك مشوار ساعة، ما يحتاج أنك أنت تتنقل بكتاب، كل شيء أصبح متوفر في الجوال. أي كتاب يخطر في بالك تدخل أحد المواقع المختصة بالكتب تنزل تسحب PDF على طول عندك يصير هو موجود، فأنت تقرأه وتحدد وكأنه كتاب متنقل معك. فالتقنية الآن سهلت لك موضوع، يعني البعض يقول لك أو من بعض يعني العوائق، البعض يقول لك والله يا أخي أنا أصلا رايح مشوار فقعد أشيل لي كتاب معه وأقعد أمشي فيه وأتمشى فيه وهو يعني حمل ثقيل وإلى آخره. لا، الآن كل شيء أصبح متوفر في الجوال هذا، يعني أصبح فيه كل شيء، كل الكتب التي انت يعني تريد أن تأخذها تكون متواجدة جدا، تكون متواجدة ويمديك أنك أنت بأسهل ما يمكن تضع فيها. وكما ذكرت أن الإنسان يعني إذا كان يبغى الشيء وصار هو في نفس الطريق سيصل حتما، لكن يعني أنت خذ الخطوة الأولى فقط. السؤال عبد الرحمن، لو ذكرنا إيش فوائد قراءة الكتاب. من ضمن فوائد قراءة الكتاب طبعا مما لا يخفى على الجميع أن قراءة أي كتاب يعني له أشياء تثمر كثيرة جدا، لكن خلينا نذكر أشياء بسيطة. أولا تحفيز الدماغ، تجد أنت أصلا يوم تقرأ كتاب تتفتح مداركك العقلية، تلقاك أنت يعني بعد فترة ورا فترة أول ما تقرأ كتاب تلقى أنك أنت تستوعب حبة حبة، حتى لو كان مثلا كتاب ثقيل عليك في المعلومات، ثم حبة حبة من كثر أنك أنت ما تمارس أنت قراءة هذا الكتاب تجد بعض الأحيان تسجل على اليسار كذا ملاحظة، أنه مثلا في أحد النقاط تضيف أنت ملاحظة على الكتاب. هذا دليل إيش؟ دليل أنك أنت الآن مدارك العقلية بقت يعني أصبحت تتفتح يمين ويسار، أصبحت أنك يعني تكتب على جنب هذه مثلا المقولة، جنب هذه المعلومة تبرهن عليها، تبين شيء من هذا الكلام. أيضا قراءة أي كتاب يزيدك من المعرفة، يعني إحنا لا يشترط أن الإنسان مثلا يكون يدرس فلنفترض هندسة طيران لابد أنه يقرأ يعني كتب تخص هندسة الطيران عشان هو يزداد معلومة. هذا أمر جميل جدا، لكن ممكن أنك أنت تأخذ عن تخصص آخر، يعني مثلا أنت تدرس هندسة الطيران يعني تقرأ في يعني إدارة الأعمال، توسع المدارك بأكثر من العلوم. فلذلك من ضمن قراءة الكتب تزيد المعرفة الشخصية. أيضا من فوائد قراءة الكتاب زيادة مخزون المصطلحات، يعني أنت مثلا تجي تقرأ الكتب التي مثلا تخص اللغة العربية، يكون فيها مثلا اللغة العربية مثلا أي كتاب يكون فيه مصطلحات لغوية كبيرة جدا، فتلقى أنت أصلا كل ما قاعد تقرأ قاعد تمر عليك إيش مصطلحات جديدة أنت تعرف معناها نعم، لكن المصطلح مختلف، فتلقاه الآن حبة حبة دماغك قاعد تدخل إيش، قاعد تدخل مصطلحات جديدة، فتلقاك أنت أصلا خلاص مع كثرة قراءة الكتاب وكثرة المصطلحات هذه اللي قاعد تدخل عندك وكثرة قراءة الكتب أصبحت عندك ثروة لغوية كبيرة جدا. فينعكس هذا إيش عبد الرحمن؟ ينعكس هذا الموضوع في الحديث، فتلقى بعض الناس ترى وهم يتكلمون تجد فيه من البلاغة والفصاحة. ليش؟
هذا طبعا ما هو شيء وليد اللحظة، هو مو كن فيكون، لا هذا شيء متعود. تلقاه اصلا منذ الصغر حريص مثلا على قراءة كتاب الله عز وجل، تلقاه حافظ كتاب الله عز وجل منذ الصغر، يقرأ في الكتب، لسانه منطلق، فلذلك وهو يتحدث تلقى فيه من المصطلحات اللغوية الكبيرة جدا. فأنت يوم تقرأ الكتب تدخل عندك المصطلحات اللغوية، تزداد المصطلحات، فينعكس هذا على لسانك، فأنت بتيجي تتحدث تحس أنك أنت قاعد تتكلم اللغة العربية بطلاقة. هذا شيء كما ذكرنا أنه ليس وليد اللحظة، إنما شيء مخزن قاعد يثمر عن طريق اللسان. نعم. ايضا كما ذكرت يا ابو صقر يعني يبان عند الشخص المتحدث انه هذا شخص قارئ وهذا شخص ليس بقارئ. ايضا عندك من اهم مهارات او من اهم فوائد القراءه انها تعزز عندك طريقه التفكير. يعني هناك مصطلح مهم جدا في تخصصات الهندسه تحديدا، يقول لك يا اخي ليش المهندس او ليش بعض التخصصات اللي تدرسه ما تطبقه، خصوصا التخصصات التي تعتمد على حل المشاكل. يقول لك يا اخي والله الجامعه ما تعلمك هذا التخصص ولا تدرب بشكل كبير. مثلا احنا لو جينا عند الطب يعني عباره عن حفظ معلومات كبيره جدا، هذه المعلومات تطبقها على ارض الواقع، فبالتالي معلومات لابد انك تحفظها. بعد كذا تاتي عند المريض يذكر لك المشكله، وانت بحسب دراستك راح تتذكر المشكله وراح تتذكر الحل، وبالتالي راح تصرف له العلاج المناسب. لكن متغيرات الحياه مثلا في التخصصات الاخرى، ولنذكر مثلا تخصص الهندسه المدنيه، تجد انه والله المشاكل التي قد تواجهك هذه صعب انك تدرسها. ليش؟ لانها في مشاكل اساسيه صحيح، ولكن في مشاكل كثيره يعني تعتمد على ظروف الحياه. فبالتالي نعود للنقطة الأولى ألا وهي أنه اللهم صل على محمد، القراءة بشكل عام تساعدك على التفكير، مهارة التفكير. والتفكير احنا نقول لشخص انت والله شخص لابد انك تقرأ حتى تكتسب مهارة التفكير، يقول لك يا اخي وش انا ما افكر، انا مجنون يعني. لا، في تفكير عن تفكير يعني يختلف. يعني تجد انه ابو صقر والله قال لي فكرة معينة، الشخص الفلاني قال فكرة مختلفة تماما. ليش اختلفت فكرة هذا عن فكرة هذا الشخص؟ لأن هذا الشخص عنده مخزون من المعلومات بناء عليه فكر بهذه الفكرة، الشخص الآخر لديه مخزون من المعلومات أقل أو أكثر فكر بفكرة أخرى. فكلما زادت قراءتك، كلما زادت أفكارك، كلما زادت خبراتك في الحياة، كلما زادت يعني كلما جانبت أو عفوا كلما حالفك الحظ في اقتراح الحل المناسب أو اتخاذ القرار المناسب. ليش؟ لأن اتخاذ القرار المناسب يعني ما هو مبني على الشخصية فقط، إنما هو مبني على المعلومات والأفكار. وكما ذكرنا سابقا أن القراءة هي يعني من فوائدها أنها تعزز وتنمي شخصيتك وترفع من مستواها. نعم. أيضا عبد الرحمن لو جاء سؤال الآن قال أنا كيف أختار الكتاب المناسب لمرحلتي العمرية أو يعني خلينا من المرحلة العمرية، المرحلة يعني العقلانية خلينا نقول. فأنا أقول في هذا الحل نحن نتوجه إلى من؟ نتوجه إلى أصحاب الخبرة في هذا المجال. مثلا أنا كأبو صقر احتجت أني أنا أقرأ يعني أو أبغى أبدأ في هذا المشروع بعد ما سمعت الآن واحد يقول بعد ما سمعت هذه المعلومات المهولة والمعلومات المخفية عن قراءة الكتاب، وقد إيش يعني تكون عندي مصطلحات كثيرة وتزيد من فهمي وتزيد من هذه الأمور، أبغى أبدأ في المشروع. كيف؟ أنا أقول أنت في مرحلة عمرية مناسبة، مرحلة عمرية يعني دراسية، أيا كانت هذه الأمور، أنت تتوجه إلى أصحاب الخبرة في هذا المجال. أنت عندما تتوجه مثلا إلى دكتور معين تقول له والله يا أخي أنا لم أقرأ كتاب وأنا حاب أني أدخل في هذا سلك الكتب وما إلى آخره، فما هو يعني رأيك في مثلا أبدأ مثلا أبدأ أقرأ كتاب؟ فهو مثلا بيجي يسألك أسئلة على سبيل المثال، أنت مثلا كيف ثقافتك أو مخزونك الشرعي؟ مخزونك الشرعي والله يا أخي بسيط جدا، يعطيك مثلا كتاب عن أصول الدين، أشياء بسيطة طفيفة تستطيع أنك تأخذ فيها يعني خطوة إلى الأمام. كيف استطلاعك مثلا في الأحاديث النبوية؟ والله استطلاعي خفيف جدا، خذ هذا الكتاب اقرأ فيه. كيف استطلاعك مثلا عن الثقافة العامة، السياسة، الرياضة؟ فتجد أنك أنت كل ما أخذت
الإنسان المتخصص في هذا المجال وذهبت له وقلت له يا دكتور، مثلا دكتور في السياسة، دكتور أنا والله حاب أدخل في هذا المجال وأقرأ فيه، فيعطيك مثلا الكتاب المناسب لك. فدائما إذا أنت مسكت هذا الخط لابد أنك أنت تذهب عند الإنسان المتخصص في هذا المجال. جميل. وأنا أيضا أضيف على كلامك يا أبو صقر أنه والله ممكن الشخص لا يبدأ بالعسير ثم يقول يا أخي والله أنا كرهت القراءة. يعني أنت إذا جيت بتدخل مبنى، هل أنت تدخل من الدور العاشر ولا من الدور الأول؟ تخرج من الدور الأول، من الدور الأرضي كمان، خلينا نقول بس نكون واقعيين أكثر. وبالتالي أنت خذ الأمور البسيطة، ويفيدك في هذا كما ذكرت أصحاب الخبرة. وهناك أيضا قاعدة أنا يعني سمعتها من شخص قارئ ونهم بالقراءة، يقول لك يا أخي بعد طبعا يعني كتاب الله عز وجل والأصول في الدين الإسلامي، يعني أركان الإسلام والإيمان والإحسان، ويعني الأمور التي لابد أن تحتاجها في دينك. اقرأ أي شيء بشرط أنه لا يخالف الشريعة يعني بشكل عام. وأكيد يعني أنه لابد أنك أنت تقرأ في المباحات والذي يقربك إلى الدين. فبالتالي إيش قال يا أخي اقرأ أي شيء تشوفه قدامك وعجبك اقرأ. ترى إحنا بالمناسبة الآن في هذا العصر هذا الجيل يقرأ ويقرأ كثيرا، ولكنه يقرأ في التفاهات. يعني أنت لو تحسب كل كلمة أنت تقرأها في اليوم، سواء في الواتساب، سواء في الدوام عندك في الإيميلات مثلا، سواء في الخطابات، سواء في التغريدات، سواء في الكلام. يعني بعضهم يسمع كلام، هذا ترى قراءة ولكن قراءة سمعية. والله لما تسمع قصص، والله لما هذه كلها داخلة في مفهوم القراءة. ليش؟ لأنك أنت بينك يعني المتلقي ليس يعني شخص أمامك، إنما أنت قاعد تتكلم مع وسيلة، وليكن وسيلة الجوال، وليكن تغريدة، وليكن محاضرة إلى آخره. هذه كلها قراءة ولكنها يعني لا يشعر بها الإنسان. وقد تكون هذه القراءة مضرة لك إذا كنت تقرأ في التفاهات. يعني أنت ممكن تقرأ في التفاهات من باب والله يا أخي إني أبي أروح عن نفسي، فلا بأس، يعني نكتة في اليوم، يعني ايش اللي ممكن تضر. لكن يكون كل يومك مليء بالتفاهات، واليوم يجور يوم، يجور اسبوع، يجور شهر، يجور سنه كامله من القراءه في التفاهات، لا هذه تنقص من معرفتك. لكن انت لما تاخذ هذا الموضوع او تاخذ هذا الفكره انك انت اصلا تقرا ولكن تحولها بشكل ايجابي. يعني انت وين اغلب اماكن تواجدك في تويتر، والله انا اتابع الحسابات اللي تنزل يعني مقاطع من كتب. يعني والله يجيك كتاب مثلا الرحيق المختوم، كتاب الرحيق المختوم مليء بالكنوز عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحساب والله ينزل مقتطفات من هذا الكتاب، أنا أتابع هذا الحساب. تجد والله أني أنا بدأت في القراءة وأنا لا أعلم ليش، لأني أنا أدخلتها على روتين اليومي. هذه الطريقة الذكية قد تساعدك حب أنك أنت تدخل في يعني علم لابد أن تحب هذا العالم. إذا ما أحبت هذا العالم وما جعلت لك يعني أساليب واضحة أنك تحب هذا العالم لن تستمر فيه. ويعني هذه قاعدة في الحياة بشكل عام، إذا ما أحببت شيء لن تستطيع الاستمرار فيه. الحديث طبعا في موضوع الكتب كما ذكرنا سابقا أنه موضوع كبير جدا ومعلوماته ثرية جدا، ونحن يعني أوجزنا بهذه المعلومات البسيطة جدا. وكما نذكر إخواننا المشاهدين بتدثير إخوانهم المرابطين في المعركة، معركة طوفان الأقصى، ونقول لا تعتادوا المشهد ولا تألفوا الخبر ولا تملوا من السلاح القوي وهو سلاحنا سلاح الدعاء. والأهم والأسمى لا تقنطوا من رحمة الله. الله عز وجل منجزا وعده لا شك، ولا تأخذكم هذه المقاطع وتألفوا هذه الأخبار وتألفوا هذه المشاهد وكأن شيئا لم يحدث. نذكر ونعيد أن الإنسان مهما كان كان في أي مكان يستطيع أن يساهم في هذه القضية حتى بالدعاء، حتى ولو بالدعاء. وهذا ليس استصغارا للدعاء، وإنما هو أكبر الأسلحة التي نمتلكها. والله عز وجل لا شك أنه منجز وعده لا محالة. مشاهدينا الكرام، حلقة بسيطة موجزة
لهذا اليوم. نشكر وإياكم المذيع المتألق الأستاذ عبد الرحمن برهان. أستاذ توكي، شكرا لك على هذا الإطلاعات الرائعة والمعلومات الجميلة. الله يحييك، شكرا لك أيضا أخي أنس بيان، والشكر موصول إلى مشاهدينا الكرام في كل مكان على حسن المتابعة والإنصات. نستودعكم الله في هذه اللحظة إلى أن نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على شاشتكم، شاشة شبكة سلام الإعلامية. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.